كل ما يساعد أهله زوجته بتقول له لازم أنه يساعد أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الليلة من واحد من الأخوان. يمكن نص الرسالة قصير جدا لكن محتواها محتاج أنه نتكلم فيه كتير ومحتاج توعية كتيرة. الرسالة بتقول: السلام عليكم، أنا من متابعينك وربنا يجزيكي خير الجزاء عنا، الله يجزينا جميعا إن شاء الله. أنا مغترب وزوجتي في السودان. مشكلتي مع زوجتي كالآتي: أنا كل ما بعمل حاجة لأهلي تقول لي أنه أنا كمان لازم أعمل حاجة لأمي ولأخواتي. عندها أخوات كل ما تتزوج واحدة تقول لي أنه لازم أعمل لها خاتم. أنا تعبت نفسيا وقدر ما أقول لها ظروفي ما بتسمح، وإنتي عملتي لأخواتك الاثنين اللي تزوجوا خلاص كفاية. تقول لي ديل أخواتي ولازم أعمل لهم زي ما إنت قاعد تعمل لأخواتك. عجبك ما عجبك، أنا هعمل كان أبيع من ذهب لابساو. ما عارف أعمل شنو، يا ريت تفيديني. والله يا أخوي، يعني هي حاجة جميلة أنه الواحد يعني يتعامل مع أخوانه والناس تتهادى وتتحاب، لكن على حسب الظروف، على حسب المقدرة وبالاحترام. أسلوب زوجتك أبدا ما جميل. بتمنى أنه يصل لها الفيديو ده وتسمع كلامي. يا أختي الغالية، الحياة توازن، وأي حاجة بالاحترام بيكون حلو وجميل. أنا ما أقول لك أنه هو ما يساعد أهلك، لكن هو ما مفروض عليه الشيء ده، وإذا ساعد فهو ده حاجة عملها تقديرا ليكي انتي وعشان مكانتك عنده وعشان يسعدك انتي. فانتي ما تتعاملي بأنه تركبي راس وبعدم احترام وتجبريه على حاجة أساسا هو ما مفروض أنه يعملها. حتى إذا ساعد، المساعدة بتكون على حسب الأولويات وعلى حسب الإمكانية. يعني ما ممكن أنه تفرضي عليه أنه يشتري هدايا ختم ذهب لأخواتك وهو ما عنده المقدرة المالية على أنه مثلا يكفي مصاريفه ويكفي احتياجاته الأساسية اللي هو ملزم بها. ومساعدته لأهله دي حاجة مطلوبة منه وفرض عليه. يعني إذا ما هو ساعد أهله، منو اللي حيساعدهم؟ مثلا الناس الحلة يعني. ومساعدته لأهلك انتي، يعني إذا عمل الحاجة دي فده احتراما لك وتقديرا لك وفضل وكرم منه، ودي حاجة مفروض أنه انتي تشكريه عليها وما تنكري فضله فيها. واسلوبك في الكلام حق انه عجبك ما عجبك، حابيع الذهب اللي هو اصلا هو اللي جايبه ليكي عشان انت تلبسيه وتزيني بيه وليه تبيعيه عشان انت تمشي تشتري حاجه لاهلك. فالحاجه دي ابدا ما صح، وما مفروض تبيعي اي ذهب الا باذنه طالما انه هو اللي جايبه لك، حتى لو كان نعم لزينتك الا لضروره حاجه كده فوق الطاقه. لكن انه تمشي عشان تشتري هدايا لاخواتك ختم، الحاجه دي ابدا ما صح، وتصرفك ده خطا ومفروض تحتذري عنه. إحساسك حلو أنه تكوني عايزة هدايا لأخواتك، لكن خليكي هينة ولينة وما تقولي كلام تحسسيه ضمنيا أنه أنت مقصر فيني. بالعكس تشكريه وتقول له والله يزيد فضلك والله يعزك عزيتني قدام أهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، أو فيما معنى الحديث. فانتي لازم انه تشكريه على الحاجة اللي بيعملها لأهلك او الهدايا اللي هو قاصد انه يرفع راسك انتي قدامه. وطبعا كلامي ده ابدا ما معناه انه الواحد عشان ما مفروض عليه مثلا انه هو ينفق على اهل زوجته معناها انه ما عنده علاقة بهم نهائيا. في النهاية في انسانية وفي حاجة يعني الناس بتعملها لله سبحانه وتعالى. قبل كم يوم مر علي بوست في الفيس بأنه واحدة أمها مريضة وطلبت من زوجها بأنه يساعدها في أنه تمشي الدكتور، وأمها تمشي الدكتور يعني، وأنه تشتري العلاج وكده. ففي الأول وافق، ودي الحاجة الصح المفروض أنه يعملها كإنسان، لكن بمؤثرات خارجية تقريبا من أخته ولا منه. المهم في النهاية رفض، وحاولت هي جاهدة أنها تشوف إنسان بديل. هي ما عندها شخص تلجأ له، حاولت تشوف إنسان بديل أنه يرسل لأمها حق العلاج وما لقت، والأم توفت رحمها الله. فأبدا حاجة ما كويسة. يعني نحن الواحد لو قاعد وشاف مساهمة لإنسان ما بيعرفه وما عنده به أي علاقة وإنسان في حوجة، الواحد بيساعد فيها، وأنه الواحد يقضي ويفرج كربة أخوه المؤمن، دي حاجة أبدا ما هينة. فما بالك أنه دي أم زوجتك وجدة لأولادك. خلاصة الكلام، طبعا الأولوية لبيتك اللي هو زوجتك وأولادك، وبعد كده الأقربون أولى بالمعروف. وإذا كان في إمكانية أنك تساعد أهلها أو أنك أنت تهديهم أي هدايا هي طلبتها مثلا لمناسبة معينة، فدي حاجة جميلة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، أو فيما معنى الحديث.
فدايما الناس تحاول أنها تقدر ظروف بعض وتحاول أنها توازن حياتها عشان تعيش مرتاحة. إن شاء الله ربنا يؤلف بين قلوبكم ويسعدكم ويصلح حالكم. فتكم بعافية وفي أمان الله.